تعال احكي لك ازاي ممكن تتعامل مع الضغط النفسي والمشاكل اللي احنا فيها دي في 5 خطوات. اول حاجة محتاجين نقبل ان احنا تحت ضغط كبير. الظروف والاحداث وكل شوية اخبار جديدة وكلها اخبار مزعجة. ده ان احنا نقول لا مش المفروض الكلام ده يأثر فيا، المفروض اتابع كل حاجة، المفروض اشوف كل حاجة. ده مش حقيقي. احنا محتاجين ان احنا نقبل اننا ده ممكن يأثر فينا وممكن يضايقنا، وان احنا مش محتاجين اننا نبقى طول الوقت معرضين للحاجة دي. بعد ما هنبقى مشاعرنا نفهم ان المشاعر اللي بتجيلنا دي هي غالبا بره الكنترول بتاعنا، وان المراكز تحت المشاعر لو هي توك اوفر او اتحكمت في حياتنا وفي افكارنا هتبقى مشكله كبيره بشكل عام، بصرف النظر عن ايه الموقف الضغط اللي احنا فيه. عشان كده احنا محتاجين ندخل التفكير او العقل في المشاعر بتاعتنا وفي الموقف اللي احنا بناخده وفي الموقف اللي احنا عايشين فيه. فمثلا ان احنا نفهم اكتر عن ايه اللي بيحصل، اننا نعرف الخلفيه التاريخيه بتاعت المشاكل اللي حصلت دلوقتي، اننا يبقى عندنا معلومات مش مجرد اخبار 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 بتتحكى لنا. لان معلومه بسيطه جدا هو ان التاريخ وان اللي بيحصل في النهارده بنشوفه ده ما هواش التاريخ اللي بعد 100 سنه الناس هتقراه. هو بعد شويه وقت، بعد ما الاحداث بتهدى وبتنتهي، ساعتها بنبدا نسجل التاريخ بتاعنا. فان احنا هناخد ان اللي بنسمعه طول الوقت على ان هو مسلمات، ده بيزود الضغط بتاعنا وبيخلينا طول الوقت تحت ضغط. لان الحقيقه ان هو كل يوم بنسمع خبر جديد، كل يوم بنسمع نظريه جديده، وده نبقى طول الوقت محيرنا ومخلينا ان احنا متلخبطين في اللي احنا فيه. تالت مشكله هي اننا نتعامل مع الوضع ده اكنه وضع حاد، وضع سريع، وضع هينتهي وقت قصير جدا، وده مش حقيقه. لما الناس بتوع السباق بيدخلوا سباق 100 متر فبيدخلوا سبرنت عالي جدا سريع جدا في اسرع وقت ممكن ان هو يحققه. لكن الناس اللي بتدخل سباق 10000 متر هو ما بيفتحش سبرنت، هو بيبقى طول الوقت بيجري بشكل متوازن، بيحاول ان هو يوصل للهدف بتاعه باسرع وقت، ولكن هو دايما عارف ان قدامه مشوار طويل. واحده من الحاجات اللي بتعمل لنا دايما حرق وبتخلينا مضغوطين في اعصابنا جدا هو اننا بنتعامل مع السباق ابو 10000 متر على انه سباق 100 متر. لا، هو الاخبار دي هتفضل مكمله والاحداث دي هتفضل مكمله فتره طويله. فلو احنا اتعاملنا معاها ان انا بس لو ركزت دلوقتي هفهم الدنيا، بس لو عملت حاجه صغيره هفهم الدنيا، ده مش حقيقي. الموضوع ده مكمل وهياخد فتره طويله، واننا نتعامل معاه على انه حاجه قصيره وحاجه هتخلص بسرعه، ده هيجهدنا جدا وهيخلينا ما نقدرش نوصل لحاجه. رابع نقطه هي ان انا محتاج افهم الحدود بتاعتي كويس قوي. اوقات احنا بنشوف حاجات مزعجه جدا وبنقعد نلوم نفسنا، طب انا ليه مش بساعد، طب انا ليه مش موجود، طب انا ممكن اعمل ايه. والحقيقه ان احنا بنطلب من نفسنا في اوقات كتير حاجات هي مش في امكانياتنا، وبالتالي بنحط على نفسنا ذنب ان انا ليه مش بساعد، انا ليه مش بعمل حاجه مفيده، انا ليه مش بعمل اللي المفروض يتعمل. هو فكر الاول انا حدودي ايه وامكانياتي ايه، وبالامكانيات دي اقدر اساعد ازاي. ساعتها هيبقى المساعده بتاعتك والحاجه اللي انت بتقدمها هي حقيقيه وليها معنى وليها تأثير، حتى لو كان التأثير ده صغير بس هو حقيقي وده اللي انت قادر تعمله دلوقتي. لكن ان انا بطلب من نفسي ان انا لا انا لازم اعمل اكتر من كده، انا لازم مش عارف اروح فين ولا اخلي ايه، ده مش حقيقي، وده مجرد مزايدة على نفسي من غير ما اقدر ان انا اعمل حاجه مفيده. خامس نقطه ودي مهمه جدا هو ان انا ما اطلبش من الناس اللي حواليا وما اطلقش عليهم احكام وانا مش عارف ظروفهم ايه. هو ليه فلان ما بيعملش كذا، هو ليه الناس الفلانيه ما بتساعدش بكذا، هو ليه الناس دي ما اخدتش موقف. احنا ما نعرفش الناس دي موقفها ايه، ما نعرفش الناس دي الظروف اللي هي فيها عامله ازاي، وبالتالي اننا بنطلق عليهم احكام. حاجه حلوه بالنسبه للجهاز النفسي بتاعنا ان انا اجرم الاخر، ولكن في الحقيقه ان ده بيتعكس عليا لان انا برجع اقول لنفسي طب وانا ليه ما بعملش كذا وكذا وكذا. وفي الحقيقه ان تجريمي للاخر هو برضه ما بيحلش اي حاجه، ما بيفيدش الموضوع في اي حاجه. مهم جدا اننا نفهم ان وقت الصعب هو صعب على الناس كلها، هو ضاغط على الناس كلها، وان انا واحد اعرف ان انا من حقي ان انا اتضغط، ومن حقي ان انا ابقى تعبان، ومن حقي ان انا ابقى قلقان في الوقت ده، ده شيء طبيعي وده من حقي. 2 ان انا افهم ان الموضوع مكمل وان الموضوع ده حاجة طويلة ما هياش حاجة قصيرة وهتخلص. 3 ان انا اتعامل مع الجهاز النفسي بتاعي وابقى فاهم ازاي اتعامل مع المشاعر، بان انا اجيب لها معلومات تطمنها، بان انا اجيب لها كلام يطمنها. 4 ان انا افهم حدودي وافهم انا اقدر اساعد بايه وما اقدرش اساعد بايه، وما اطلبش من نفسي اكتر من اللي تقدر تعمله. 5 ان انا افهم حدود الناس التانية واعذرها، وافهم ان هم عندهم ظروفهم وده اللي هم يقدروا يعملوه.